السلام عليكم، ازيك؟ عامل ايه؟ بص، انا مش ساحر ولا مخاوي، بس انت وراك حاجه اهم وقاعد بتتفرج عليا. ما تقفلش بقى وتعملها دلوقتي، ما جاتش على فيديو ارمط. استنى، انا كمان ورايا حاجات اهم. لا بهزر، انا ما عنديش اهم منك. اللي انا وانت بنعمله لما يكون عندنا حاجه مهمه ونأجلها عشان حاجه اقل اهميه بيسمى التسويف او العلوئيه. هنتكلم في الحلقه دي عن تاريخ واسباب العلوئيه، وهقترح لك حلول ساعدتني على المستوى الشخصي اتخلص من التسويف واعمل اللي ورايا. اعرفك بنفسي لو اول مره تشوفني، انا احمد صالح، وده برنامجي الخن ابن البك. بنروح فيه لخن الاشياء النفسيه والاجتماعيه. لو بتحب المواضيع النفسيه سيب تعليق تحت تحب نتكلم عن ايه، وتعاملني بالاشتراك على القناه. سوري على الفصلان، نكمل. يقال ان اصل كلمه علوئيه في اللغه جايه من علق، او بالانجليزي stuck، مزنوق في مرحله معينه ما بتتحركش منها، واقف عند نفس الصفحه في الكتاب او عند نفس المرحله في التاسك المطلوب. حاولت الاقي تفسير اوسع عشان اعرف هي ليه شتيمه، فدورت في اوربان ديكشنري، القاموس الحضري. ده قاموس للكلمات اللي طالعه جديد زي لول وميم والكلام ده. انها من الالفاظ المنتقصه للرجوله، فالعلق هو المانع المتراخي عديم المسؤوليه، الله يسامحك. ويقال ايضا ان العلق هو من يعلق اماله على اشياء وهميه ابتدعها هو بنفسه، فيوصف سلوكه بأنه علوقية، وتعني المماطلة والتأجيل. من الآخر، العلوئية هي فن عمايل حاجة تانية غير اللي المفروض نعملها. لكن يا ابو الصحاب النهارده، وعلى عكس ثقافتنا اللي بتشتم تصرف معين وتوصمه بالعار بدل ما تحاول تعالجه، احب اقول لك ان دي مش حاجه محصوره على المتراخين وعديم المسؤوليه ولا حاجه. الباحث بيرسي ستيل بيقول ان 95% مننا بيتعلق بشكل او باخر. الروائي والكاتب الشهير ارنست هيمنجواي كان بيحب يقعد مع اصحابه يرغوا اكتر ما يقعد يخلص كتابته. ما التزمش الا لما لقى طريقه يعرف يلزم فيها نفسه انه يخلص كتابته. اشترى مركب وبقى ينزل بيه البحر، يروح لجزيره تانية او اي مكان تاني يشتغل هناك. فرانس كافكا كان علق كبير، بينام كتير وبيدعي ان ده بيساعده على شغله. ما سابش وراه غير رسائل، بدأ في 3 روايات ما كملش ولا واحدة فيهم. ومش بس العصر الحديث، عبقري عصر النهضة ليوناردو دافنشي كمل اقل من 20 لوحة بس في حياته. الموناليزا نفسها قعد 16 سنة عشان يكملها، مش بس عشان كان عايزها مثالية، لكن كان عشان بيسيب رسمه وينشغل بحاجات تانية، زي انه شخبط في دفتر ملاحظاته. شخابيته دي كان فيها افكار لاختراعات ثورية زي الهليكوبتر والغواصة وخرايط واختراعات، افكار الناس بعده بسنين هتهتم بيها وتبقى اختراعات ثوريه وتغير حياتنا وحياتهم. علوئيه دافنشي ما كانتش مختلفه باي شكل عن علوئيتك وعلوئيتي. العلوئية ظاهرة أقدم بكتير من ما أنت فاكر. العلوئية موجودة مع أول تاسكاية حد كلف بيها حد. زمان قوي أجدادنا الصيادين لو ما كانوش اصطادوا أو لقوا أكل اليوم كان ممكن يموتوا من الجوع، لكن من ساعة ما بقى في وظايف مش هتموتك لو ما كملتش، ومن ساعة ما الإنسان اخترع مشتتات وحاجات مسلية زي قعدة المصطبة للرغي والهبد ولعب السيجة وقعدة القهوة و10 طاولة، ومن ساعتها العلوئية اتوجدت. مفيش أدلة تاريخية كتير لأن الإنسان ما اعترفش بعلوئيته إلا من كام سنة، لكن في قصيدة كتبها هيسيود الشاعر الإغريقي المشهور اللي عاش في اليونان سنة 700 قبل الميلاد. كان عنده أخ اسمه بيرس. عمك بيرس ده خد ورثه من أبوه وفرتكه في كام سنة في ولا حاجة، وبعدين رجع يعيط لهيسيود عشان يزود له الفلوس، فكتب له هيسيود قصيدة بيقول له فيها كلام أغلى من الفلوس، وبيقول له فيها إنه عل بس بشكل غير مباشر. بيقول فيها: لا تؤجل عملك إلى الغد وبعد، لأن العامل البطيء لا يملأ حظيرته، ما بيعرفش يملأ تلاجته يعني، والرجل الذي يؤجل عمله يكون دائما في قبضة الخراب. العلوئية مختلفة عن الكسل أنت قاعد مكسل ما بتعملش حاجة. العلوئية اختيار نشط، بتختار تعمل حاجة تانية أقل أهمية من المطلوب منك، لأن المهمات المطلوبة منك صعبة ومزعجة والحاجات التانية سهلة وممتعة أكتر. بالتالي بتقلل إنتاجيتنا وبتسيبنا مع إحساس بالذنب والخجل. حتى الباحثين بيعرفوها بأنها سلوك انهزامي بيتسم بمكافآت قصيرة المدى وعواقب طويلة المدى. ليه الإنسان بيعمل في نفسه كده؟ الحقيقة إن العلوئية مرتبطة بشكل وثيق بقلة الثقة والنظرة الدونية للنفس. شايف إن المهمة اللي أنت مكلف بيها أصعب من إنك تقدر تتولاها، وده مش حقيقي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهمة المطلوبة منك بطبيعة الحال في استطاعتك، وإلا ما كنتش اتكلفت بيها. لكن في بعض الحالات ما بنشوفش الأمور على حقيقتها، جايز لأننا بنعاني من اكتئاب أو ستريس أو فرط الحركة ونقص الانتباه، ودي مهمة الدكتور النفسي إنه يشخصها ويعالجها. باقي أسباب التسويف بتشمل الملل أثناء عمل المهام، ودي علاجها إنك تلاقي معنى للي بتعمله. لو ملوش معنى لاقي له معنى. محاضرة الجغرافيا أو تقرير الشغل في حد ذاتهم مملين، لكن لو ربطناهم بنجاحنا وهدف أكبر في حياتنا هيبقى ليهم مغزى. السبب الثاني عدم الإيمان بقدراتك. كل المهام اللي في الدنيا سبق وناس عملوها، الملايين نجحوا في نفس المواد، الآلاف قدروا يصنعوا ثروة، ناس زيك تماما. كل اللي بيتطلبه الأمر إنك تؤمن إنك هتروح هناك بدون أي حزن، تبقى عارف إنها مسألة وقت وهتحقق ده. عارف كلام يبدو تنمية بشرية، بس التاريخ هو اللي قال كده، اللي بيقدم بيلاقي. السبب الثالث
التالت هو الخوف والقلق، وده لوب يا صديقي، خايف وقلقان فمش عارف تعمل اللي وراك، ما بتعملش اللي وراك فانت خايف وقلقان، وحلقة ما بتنتهيش. كسر الحلقة دي هنا هيكون بكسر الخوف أو بكسر المماطلة. الأسهل فيهم في رأيي والأكثر منطقية إنك تبدأ في تنفيذ مهامك، تبدأ قبل ما كل حاجة تبقى جاهزة، قبل ما المود المناسب للشغل يحضر. المشترك في كل العظماء عبر التاريخ إنهم بدأوا قبل ما يكونوا جاهزين. الحاجة الأخيرة اللي بتسبب العلوية هي التشتت. النقطة دي اتكلمنا عنها أكتر في حلقة حرب التركيز، لو تحب تشوفها هسيب لك اللينك بتاعها. باختصار، تحترم إنسانيتك وضعفك وتحاول تبعد المشتتات عن طريقك وتقوي عضلة التركيز. السبب الآخر يا صديقي العزيز للمماطلة مش عندنا، السبب عندك أنت وعند مهمتك المطلوبة منك. قد تكون بتتجنبها عشان مش واضحة ومش عارف هتعمل إيه فيها، قد تكون بتتجنبها عشان محتاجة وقت ومجهود كتير، قد تكون مش عارف أهدافك وأنت عايز إيه. اكتب لي في الكومنتات إيه الأسباب التانية اللي بتخلينا نماطل في مهمتنا. في الحالة دي خلي الورقة تفكر لك شوية وتثق فيها. يعني إيه؟ يعني اعمل تو دو ليست بالأشياء اللي المفروض تعملها وامشي وراها، والمهمة اللي تخلصها هتعمل عليها تشيك. مش دايما كل المهام بيكون ليها معاني سامية بتخلق تغييرات محورية في العالم وبلا بلا 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 بلا. احنا عايشين في عالم بتحكمه أشياء تانية غير المعنى، بنحتاج نربط كل هذا الهراء بمعاني شخصية. نحكي قصة. التاسكاية البسيطة المطلوبة مننا في القصة دي هي اللي هتقربنا للهدف النبيل، اللي هو نتجوز ونعف نفسنا، نأكل أطفالنا من مال حلال، نبقى أشخاص واعيين أكتر. وده طريق أوعدك إني هساعدك فيه. ما تنساش تدعمني عشان أكمل وتشترك في القناة، بنتكلم فيها عن المواضيع النفسية والاجتماعية. وأشوفكم الحلقة الجاية. سلام.